فيلم بيت الروبي فعلا فيلم جميل جدا، وبنصحكم ان انتوا فعلا تدخلوه سينما. الفيلم بيحكي عن أسرة بعدت بعيد جدا عن زحمة القاهرة وازدحامها، وده بسبب حاجة حصلت في حياتهم، بس هنعرفها في مقدمة بعد ما نشوف مشاهد من الفيلم. والأسرة هي إبراهيم ومراته إيمان وابنهم شريف وشمس، وده أخوه اللي رجع من السفر وكان فرحان جدا إن أخوه رجع. واخوه بعد ما رجع عرفوا ان لهم ورث من جدهم، ولازم هما الاتنين يمضوا عليه، وان هو متفق مع المحامي في مصر ان هو يقابلهم ويروحوا الشهر العقاري. ودي بهيرة مرات ايهاب اللي رجعوا من بره واتجوزوا، كانوا بيحبوا بعض، وحامل منه في الشهر السادس. واول ما جت في الفيلم على طول عايز تعمل بيبي، يعني كل مشاهدها معظمها عايز تعمل بيبي. وهي يوتيوبر وعلى طول بتشارك حياتها على اليوتيوب وبتفتح لايفات كتير. وهم بيتغدوا حاولت هي تفتح وتصور، فهم زعل طبعا كريم عبد العزيز وقال له ما ينفعش انها تصور اكلنا وحد يشوف بيتي. وابراهيم اخد مرات اخوه واخوه وعيلته طبعا وراحوا حضروا فرح كانوا معزومين عليه قبل ما يسافروا. ومرات ايهاب حاولت انها تصور لايفات برضو هناك. وفعلا تاني يوم الصبح قاموا ركبوا العربية، لكن ابراهيم ما خلاش اخوه ايهاب هو اللي يسوق عشان معاهم عيال، وقال له لا انا اللي هسوق عشان احنا معانا عيال. وركبت الاسره كلها وفعلا سافروا توجهوا للقاهره. واول ما وصلوا القاهره ودخلوا فيها لقوا زحمه رهيبه جدا زي ما انتم شايفين. ومش كده وبس، في عربيه زنقت عليهم، والعربيه مش تزنق عليهم وتسكت، لا، زي ما انتم شايفين الراجل تطاول على ايهاب وعلى اخوه، لكن ايهاب ما سكتش وقال له انت لازم تاخد حقنا. ايه يعني انت سكت له؟ كلكس له ابن الجزمه ده، كلكس له. وفعلا كلكس له، ولقى الراجل اللي لابس اصفر ده رمى عليهم حاجات على العربيه، لكن ابراهيم ما سكتش ونزل وخد الحاجه اللي كان راميها على العربيه وحطها في وشه واخد حقه. واول ما وصلوا الشارع قالوا لا الدنيا زحمه جدا جدا، واستغرب كريم عبد العزيز من الزحمه دي وقال له يا عم فين المحامي؟ المهم شاف المحامي بتاعهم كان بيدافع عن يوتيوبر يعتبر بتصور كل حاجه وهي يعني لابسه قميص نوم او كده. فقعد يستعجب جدا كريم عبد العزيز اللي هو ايهاب، وقعد يقول له اه فعلا يوتيوبر دي عندها جوز، ولقى جوزها في وشه واختها. المهم المحامي قال لهم عشان تاخدوا ورثكم لازم ابن عمكم والطرف الثالث يمضي كمان على الورق عشان تعرفوا تطالبوا بحقكم. وطبعا راحوا لابن عمهم عبد الوهاب الروبي او بيبو الجعر. اللي راحوا اول ما راحوا شافوه كان بيتشاكل مع عزة اللي كان بيحبها، وبيقول لها انت رافعه حاله على الفيس وتقولوا ليله ليلتك يا حبيبي، اهو اهل جم يتشاكلوا معاكي. وقعدوا معاه وقالوا له احنا لازم نروح علشان المحامي مستنينا عشان تمضي على الاوراق وتورث. قال لهم للاسف بس انا مش فاضي النهارده علشان ورايا شغل. قالوا له انت بتشتغل ايه؟ قال لهم انا شاهد زور. فقالوا له خلاص هنستناك بكره. واول ما عرفوا ان عزه خطيبته واهلها جايين يضربوهم راحوا كلهم جريين. وبعد كده ايهاب خدهم ووداهم شقتهم عشان يستريحهم. لكن ابراهيم كان جاي يقعد، قال له انت جاي تقعد؟ لا تعالى علشان احنا ورانا لسه مشاوير مهمه. قال له نعرف ان الواحد لما بيجي من السفر يا ياخد شاور يا يستحمى ويشوف اللي وراه. قال له لا تعالى عشان احنا ورانا مهام تانية. وهاب خد اخوه عشان يوريه البيوتي سنتر اللي هو فتحه، لانه هو كان ناجح وكان مشهور اصلا في القصات والصيحات الجديده في الموضه. لكن فجاه وهم بيتفرجوا كريم عبد العزيز قال له الله ايه المحل ده؟ انت فاتح رجالي وحريمي؟ قال له لا يا خبر ابيض، ده خد باسورد نجاحي وفتح محل قدامي عشان يشاركني في اكل عيش. ودخلوا الراجل وقعد يتشاكل معاه وقال له ازاي انت تعمل كده وتفتح قدامي عشان تسرق زبايني؟ انا هكسر لك المحل ومش هخلي حته فيه سليم. فجاب البلطجيه اللي هو معينهم مخصوص عشان لو حد شد في الكلام. اول ما شافوا البلطجيه ايهاب وابراهيم الاتنين قالوا له واحنا لسه هنستنى يا ابراهيم؟ ما يلا يا ايهاب. قال له يلا يلا. وفعلا خرجوا من المحل بعد ما شافوا البلطجيه. ما دخل ابراهيم بقى محل اخوه لقى المزه دي موجوده وهي مديره اعماله. وقام ايهاب بيقول لها ايه ده؟ ايه المحل اللي فتح ده؟ مش كنت تقولي لي؟ قالت له ما قدرتش اقول لك، قلت اما تيجي تشوف بعينك. فلقى المحل ما شاء الله برضو ان ماشي وكده، فسكت ايهاب وقال خلاص سلم امر لله.
وإيهاب قال إن هو ياخد العيلة بقى ويروح يفسحهم، بالذات إن أخوه بقاله فترة كبيرة بعيد عن القاهرة. خدهم مول كبير وجاب لكل واحد منهم موبايل، لكن وطى بقى على شمس الصغيرة وقال لها بقولك ايه، انا جبت لهم كل واحد موبايل، لكن انت عشان لسه صغيرة ما ينفعش بنات تمسك موبايل في السن ده. وكان خايف عليهم كريم عبد العزيز جدا، وجه ابراهيم وهم في المول حضنهم كلهم وقال لهم انا عايزكم كلكم ما تروحش في مكان الا لما نكون مع بعض. حتى ايمان لما راحت الحمام قالت له ايه، هنروح جماعة كمان. وكانوا قاعدين فرحانين جدا، وكان ايهاب فرحان ان هو عزمهم كمان على الغدا وقعدوا ياكلوا وهم مبسوطين. وكان فرحان قوي ان بنت اخوه مستمتعه بالاكل لانها اول مره تشوف وجبات من بره. قال لها اهم حاجه عندي ان انت تتبسطي. لكن ابراهيم اخوه قال له احنا مش بتوع الكلام ده، انا عمرها ما اكلت اكل بره ولا من بره البيت خالص. وفجاه لقوا البنت بتصوت وبتعيط وتقول لهم الحقوني الحقوني معدتي انا هموت انا تعبانه، وجريوا بيها على طول واخدوها على المستشفى. وفعلا ولحقوا البنت الحمد لله وبقت في المستشفى، ادوها مسكنات والحمد لله بدأت تبقى كويس. وقعد ابراهيم يشكي لايهاب ويقول له انا ما صدقت ان العيال دي بدأت تنسى القاهرة وجوها، انا عودتهم على جو تاني خالص، عشان كده كنت خايف ان احنا نرجع تاني ونقعد هنا فترة. وخرجت ايمان عشان تجيب ميه وفوجئت بدكتوره صاحبتها تعرفها ونادتها، قالت لها ايمان انت فين، الحمد لله على السلامه، كنت فين ده كله؟ قالت لها انا كنت بقى مع اسرتي وكده. قالت لها انت نسيتي الطب ولا ايه، هو انت ما وحشكيش؟ قالت له لا انا وحشني فعلا بس معلش الظروف وكده. قامت قالت لها انا مرتاحه كده. قالت لها لا انت لازم ترجعي، اقول لك هاتي رقم تليفونك، وبعدين كل الناس نسيت يا امان. وكانت فرحانه جدا وهي بتدي الرقم لزميلتها. وطبعا ايهاب بعد كده لما خلصوا المستشفى خد كل العيلة علشان يروحوا على بيتهم، وكانوا زعلانين طبعا ان شمس تعبت. وتاني يوم الصبح الشمس لما اشرقت بقى وشاف بنته كده بخير قال لها سلامتك، انا اعيا انت لا يا حبيبتي، زي اي اب طبعا. وكان خايف جدا على بنته وفرحان انها قامت بالسلام. وراح ابراهيم يفتح شباك البلكونه ويقف فيه، وجت ايمان جنبه وقال لها انا بحس هنا بخنقه غريبه ودخان، كل عوادم السيارات وريحتها احس ان انا شاممها ومخنوق من هنا. ايمان قالت له بس انا حاسه ان ايهاب زعلان قوي علشاننا وضميره مأنبه. قال لها ما تقلقيش، احنا باذن الله نحاول نخلص كل اللي ورانا، والورق ده هنعمله في الشهر العقاري وبعد كده هنروح على طول ان شاء الله. راح إيهاب هو وإبراهيم علشان يستنوا المحامي عشان ياخدوه لابن عمهم ويمضوا الإمضاءات ويخلصوا الورق. فوجئوا بالمحامي جاي متدشدش ومتجبس رقبته وحالته وحشة قوي. قالوا له مش تقول يا أستاذ إن عندك ظروف؟ مهما كانت الظروف هفضل رافع راسي 21 يوم. واخد المحامي وجريوا على ابن عمهم علشان يمضوه على الورق، لكن لقوا شكله. وكالعادة راحوا هناك لقاه بيتشاكل مع اهل خطيبته، وخطيبته عماله تصوت تقول له سيبوهولي ما تاذوهوش يا جماعه انا بحبه. وقام المحامي جه شاف الشكل كده جاي يهرب، قام شده كريم عبد العزيز وقال له لا تعالى، اللي هو ابراهيم، وقال له ما ينفعش ان انت تمشي. راح واخد ازازه في دماغه. طبعا كل الاحداث دي كلها كانت مسخره وضحك بصراحه، ضحك السنين. وبكده هيضطر ابراهيم ان هو يقعد يوم كمان. وهنا بقى شمس طول الفيلم معظم الوقت عايزة تخرج وعايزة تروح بيتها اللي هو في المكان الهادي، لكن مامتها قالت لها لما نخلص الورق نبقى نفتح ونمشي كلنا مع بعض، بس لازم يخلصوا الورق الاول. وبيجي لإيمان مكالمة تليفون بتفرحها جدا ان الدكتورة بتطلبها انها تروح تشتغل معاها في المستشفى، لكن للأسف قعدت تبحث بقى في اللاب على ماضيها. وهنا اكتشفنا ان إيمان كانت دكتورة نسا وكانت بتولد واحدة، وفجأة وهي بتولدها جالها نزيف وماتت هي والطفل في بطنها. فطبعا كل وسائل الإعلام وكل السوشيال ميديا اتقلبت عليه، ودخلت في مداخلة مع عمرو أديب وحاولت تبرر موقفها ان الست اللي ماتت دي كان عندها عيب خلقي في الرحم هو اللي سبب نزيف. لكن طبعا محدش كان ساكت، وزي ما انتم شايفين جوزها وكل وسائل الاعلام كانت حواليهم، علشان كده اضطر ابراهيم وايمان يهرب. بالرغم من ان ده كان عيب خلقي عند الست اللي توفاها الله هي والجنين، لكن طبعا الناس ما بترحمش، وفعلا اضطرت تهرب هي وجوزها من السوشيال ميديا.
واول ما قفلت اللاب لقت ابراهيم في وشها. قال لها مش احنا كنا نسينا الموضوع ده؟ ايه اللي خلاك تفتحي الموضوع القديم ده؟ قالت له انا ما نسيتش يا ابراهيم، بس انا بحاول ان انا انسى، لكن بقول لك ايه، ما تيجي نرجع لحياتنا تاني. دكتورة داليا كلمتني وبتقول لي ان انا المفروض ارجع من اول الاسبوع الجاي المستشفى. قال لها ترجعي فين وبعد اللي حصل ده كله؟ قالت له بصراحة أنا حاسة إن مكاني مش في الصحراء، وإن أنا ما ينفعش أبقى كده، إن أنا أبقى في الصحراء أنا وولادي حرام. وخرج إبراهيم في الصالة ينده على شريف ابنه وهو غضبان وزعلان، ولما شريف ما ردش قعد يزعق وما خدش في باله إن مرات أخوه فاتحة لايف وعمالة تصور، وطلع هو في الصورة وعمال يقول ويزعق ويقول لهم إحنا بعدنا عن الناس وبعدنا عن المشاكل، والناس ما صدقت، كانت معلقنا المشانق، اتهمونا وحكموا علينا من غير حتى ما يسمعوا دفاعنا عن نفسنا. وكل الكلام ده طلع لايف وهي فاتحة اللايف مرات اخوه. بعد ما خلص كلامه كله خرج، وهي بعديها رجع بعدها بشوية ولقى مراته مستنياه في الصالة وهي زعلانة وغضبانة انها زعلت، وكانت قاعدة بتعيط مش مصدقة انها زعلت جوزها اللي وقف جنبها وعمل ده كله علشان. وقالت له ما تزعلش مني يا ابراهيم، خلاص انا حضرت الشنط، ال3 ايام خلصوا، يلا هنسافر ان شاء الله، وما قلناش هنقعد هنا ولا لحظه واحده عشان انت ما تزعلش. هداها وقال لها اول ما نمضي الورق هنروح بيتنا عادي. وخرج اخوه يلطف شويه من الجو وقال له والنبي يا ابراهيم لو انت هتبوس ولا حاجه قول لي عشان اخش تاني جوه، وما عدتش تنسى موبايلك تاني عشان نبقى نطمن عليك. وخدهم إيهاب ونزل كلهم علشان يقابلوا المحامي ويروحوا لابن عمهم بيبو الجعر علشان يمضوا على الورق. وهم ماشيين من العربية كانت بتحصل حاجة غريبة، الناس عمالة تشاور لهم وتقول له يا نجم صور معانا. أتاري إبراهيم لما طلع لايف طلع ترند. وأول ما نزل إبراهيم وإيهاب من العربية لقى صورة إبراهيم مكتوب عليها ابن عمي. استغرب قوي إيهاب وقال له هو أنت عملت إيه يا إبراهيم؟ قال له مش عارف. ولقوا فرح مين بيتجوز؟ أيوة ابن عمه. وأخيرا بيبو بيتجوز عزة. وأول ما شاف ولاد عمه فرح بيهم جدا وقال لهم قربوا، وصمم إن هو مش هيمضي الورق إلا لما إبراهيم يغني. وفعلا ابراهيم مسك الميكروفون وغنى وقال اهي 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 فرحه اهي. وتصوروا بقى الاغنيه دي طلعت ترند، وناس كتير فتحت لايفات لان النجم الكبير بقى بيغني. واخيرا بيبو مضى على الورق وكده اكتمل ال3 ماضيهم علشان الورث. وبعد ما روحوا قعد ابراهيم يفكر ويشوف، ولقى التليفون بتاعه مبطلش رن رن رن. قعد فاضل ماسك الموبايل من بالليل لغايه الصبح لغايه ما اخوه صحى. قال له ايه ده؟ هو انت يا ابراهيم من لغايه دلوقتي لسه صاحي ما نمتش؟ قال له تعالى اتفرج على الكومنتات اللي بتجيلي، تعالى شوف. قال له ما تقراش الكومنتات، الناس بتحبك يا ابراهيم. وفجأة هو بيشوف الكومنتات لقى مكالمة جاياله وقالوا ان هم وسطة، فافتكر انها حاجة علمية وعايزين ابحاث بتاعته. وجمع ابحاثه فعلا وراح الميعاد علشان يقابل الناس. وراح فعلا الميعاد وفي ناس بقت توقفه وتقوله نتصور معاك يا نجم. قال له يا ابني انا رايح شغل انا مش فاضلكم، وبقى فعلا ياخدوا صور مع النجم. واول ما قعد معاهم ابراهيم فكرهم جايين عشان الابحاث. قالوا له لا انت فاهم غلط، احنا وسطة عشان نخليك اكبر فترة ممكنة على الترند عشان تكسب فلوس. وفعلا اي مكان يروحوا كانت الناس بتعرفه وبتحب تتصور معاه، وكان فعلا نجم وبيشهروه كل يوم عن اللي قبله. وهم خارجين من السوبر ماركت قال لها انت لسه عايزه يا ايمان ترجعي شغلك؟ قالت له بص يا ابراهيم انا عايزه اللي يريحك انت بس يا حبيبي. ومن فرحه ايمان راحت تعمل شعرها عند ايهاب عشان تستلم شغلها في المستشفى. وجه لابراهيم فكره عشان يتخلص من شهاب قلوده اللي قدامهم وفاتح محل بينافسهم، ان هو يحلق هناك ويصور محل اخوه. فعلا اول ما فتح لايف الناس بدات تعرف المكان وكلهم جم على ايهاب. وايمان راحت تستلم شغلها في المستشفى، وابراهيم بدأ يظهر اكتر في برامج توك شو زي برنامج الاعلاميه منى الشاذلي. وكمان شريف ابنه بدأ يروح النادي وينتظم فيه وبقى له اسم هناك، وسألوا على اسمه عرفوا ان هو شريف الروبي. وشهاب قلوده بقى زعلان جدا ان ما عادش عنده زباين خالص والمحل منفض، لكن ايهاب بدأت الزباين كلها تجيله وبقى يغيظ شهاب قلوده. وشريف
بقى له اصحاب في النادي بس بيغيروا منه جدا جدا، لدرجة ان هم غيرانين من نجاح ابوه ومن نجاحه كمان، لان الكوتش كل شوية كان يسأله على اسمه. ولاحظوا اصحابه دول ان في بنت معينة شريف بيبص لها، ولما لاحظوا صورتها عملوا اكاونت وهتشوفوا هيعملوا ايه. وشريف اول ما ركب العربيه مع باباه بص لقى البنت اللي معجب بيها وبشكلها بتبعت له اد، وطبعا كان فرحان جدا. واما روح البيت قعد طول الليل هو وهي يتكلموا مع بعض على الفيس. وبيصحى ابراهيم الصبح بيلاقي بنته تحت الترابيزه وبتقول له يا بابي انا خايفه، انا عايزه ارجع بيتنا. قال لها ليه؟ احنا كلنا حواليك، ما تخافيش. وفجأة بيبص في موبايله لقى الدنيا كلها قايمة على مراته وعلى الحادثة اللي حصلت قبل كده، وانها موتت واحدة وهي بتولد، والدنيا قامت تاني ما قعدتش. وما قعد مع مديرة التسويق عرف ان هما اللي ورا الاشاعة اللي طلعت تاني، وان هما اللي ظهروا الترند تاني علشان هو ما يبطلش الترند عنه. وطبعا زعل جدا ومشي وسابها. وجي واحد من المرضى بيسترد فلوس الكشف لانه مش عايز مراته ايمان دي تكشف عليها خالص. وجات الدكتوره بتاعه المستشفى قالت لها معلش يا ايمان انت لازم تسيبي المستشفى فورا. فقالت لها انا هسيبها ومرفوعه الراس كمان. وجه شريف يكلم البنت اللي كان معجب بيها، لكنه فوجئ انها ما عندهاش خبر خالص انها كلمته، وعرف ان ده مقلب من اصحابه في النادي. ومشي شريف في الشتاء في الشارع اللي قدام النادي واتخانق مع اصحابه، وقعد في الشارع اللي قدام النادي لان تليفونه عطل. وكان مقرر ابراهيم ان هو يسافر هو ومراته، لكن فجأة بهيرة جالها الطلق وبتولد، لكن الشارع اتقفل وقررت انها تولد في الشارع. وايمان خلت ايهاب يغطي العربية علشان مراته تولد. بدت تتوجع يا عيني لغاية ما آن الاوان وولدت. وجابوا طفل وسموه شادي، ورجعوا كلهم على البيت. وقرر ابراهيم ان هو هيواجه ومش هيروح تاني الصحراء، وقرر ان هو يرجع الجامعة. ومراته رجعت شغل تاني واعترفت للناس وقالت لهم ان هي الغلطة اللي عملتها زمان، وراحت بنته شمس كمان المدرسة. وايهاب رجع تاني بيوتي وفتحوا من اول وجديد.